شايف معايا الراجل اللي قدامك ده؟ الراجل اللي قدامك ده احنا كمصريين سميناه ابن ابليس بسبب اللي عمله في بيوت مصر، والراجل اللي قدامك ده يعتبر من اقوى واشرس السحرة اللي جم على تاريخ مصر على فكرة. ومش بس هحكي لك قصته ليه هو واحد من اخطر وارعب السحرة اللي جم على تاريخ مصر، ده انا هحكي لك كل قصة المرعبة، والاهم الجزء المنتظر اللي معظمكم اصلا داخل الفيديو عشانه، الموت الغريبة اللي ماتها الراجل اللي قدامك ده اللي اسمه السيد الحسين الفلكي. موتة غريبة وعجيبة جدا وقصة ارعب واغرب مما تتخيل. فريق أنيق حريف مليق. مساء الفل عليكم واهلا بيكم في قصه جديده، يعني بص جامده قوي. خلينا نرجع بالزمن لسنه 1988 وبالتحديد في مصر. وقتها في السينما المصريه كان بيتم تصوير فيلم اسمه عاد لا ينتقم، واللي فيكم يعرف الفيلم ده او اللي ما يعرفوش يعرف ان هو فيلم رعب مصري ومن اخراج المخرج ياسين اسماعيل. بعيدا بقى احداث الفيلم اللي هي كلها رعب، نيجي لحاجه مهمه. في مشهد من المشاهد اللي موجودين في الفيلم ان في ساحر بيحضر تعويذه، فالمخرج ياسين اسماعيل قعد مع نفسه كده وفكر وقال طب ما نعمل حاجه حلوه قوي، ليه نجيب ممثل يعمل دور ساحر ويقول التعويذه؟ طب ما احنا نجيب ساحر حقيقي هو اللي يعمل المشهد وكمان يقول تعويذه حقيقيه، وطبعا الموضوع هيقلب الدنيا كلها في مصر وهيكون حرفيا نادر. المهم يا سيدي بدات عمليات البحث وفضلوا يدوروا ويشوفوا هيختاروا مين لحد الشخص اللي جات عليه كل المواصفات هو السيد الحسين الفلكي. الراجل ده ساحر حقيقي وساحر تقيل جدا في مصر. قبل ما اقول لك حضر له المشهد ازاي وايه التعويذه اللي قالها اللي فعلا قلبت الدنيا في مصر والوطن العربي كله، طب ما تخليني اعرفك مين هو السيد الحسين الفلكي. خلينا نرجع بالزمن خالص وقت طفوله السيد الحسين اللي اتولد في اسره مصريه بسيطه جدا وكمان اتربى تربيه كويسه، مش شخص معقد او عنده مشاكل نفسيه، لا اتربى تربيه سويه وكويسه جدا. يكبر السيد الحسين ويقرر انه يخش معهد اسمه عبد الفتاح الطوخي. المعهد ده ظاهريا بيقولوا انه بيعلم علم الفلك، لكن في الحقيقه اللي محدش يعرفه انه كان بيعلم السحر الاسود، واقوى واخطر انواع السحر بتتعلم جوه المعهد ده، وده كان طبعا على يد الطوخي. لو في حد منكم كبير في السن شويه بيتفرج على الفيديو ده اكيد هيعرف مين هو عبد الفتاح الطوخي. الراجل ده يعتبر من ارعب واخطر السحرة اللي موجودين في تاريخ مصر كله، لا في الوطن العربي كله، ويتصنف من واحد من اخطر السحرة في العالم. كان ساحر تقيل جدا وقرر ان اللي اتعلمه يدرسه في المعهد بتاعه عبد الفتاح الطوخي، ومن ضمن الطلبه اللي كانوا شاطرين جدا هناك وجذب ناس كتير ليه واحد من اشطر الناس هو ده السيد الحسين الفلكي، اللي كان يعتبر واحد من اشطر الناس اللي كانت موجوده في المعهد، وقضى حياته وقته كله في تعلم السحر وانه يفضل يعمل كل حاجه. لا هو فعلا كان بيعمل كل حاجه، كان بيقدر يحضر الجن ويصرفه ويتحكم فيه ويأمره من غير ما يتأذي، بالبلدي كده شيطان على هيئة بني آدم. نرجع بقى للزمن لسنة 1988 في تصوير فيلم اسمه عاد لا ينتقم. احنا وقفنا عند ان المخرج ياسين اسماعيل لما اختار السيد الحسين الفلكي هو اللي يعمل المشهد، جاب السيد الحسين وقال له بقول لك ايه، انت هتقول في المشهد ده تعويذة حقيقية ولكن تغير طبعا فيها شوية حاجات عشان ما تبقاش حقيقية، يعني حاجات بسيطة يعني عشان بس الواقعية يعني. اتفقوا والدنيا جميلة وزي الفل، ويبدأ تصوير المشهد وبدأ الرعب. السيد الحسين الفلكي لما قال التعويذة قال تعويذة حقيقية، ومش بس تعويذة حقيقية، ده قال العزيمة البلاطية. العزيمة البلاطية واحدة من أخطر التعويذات في تاريخ السحر كله، ولو مش مستوعب الخطورة تعالى أفهمك. نفترض مثلا إن إحنا هنجيب أخطر 10 سحرة في التاريخ، شوف أنا قلت لك أخطر 10 سحرة في التاريخ، 2 3 بس اللي بيعرفوا يقولوها، 2 3 بس من أخطر السحرة الموجودين في التاريخ بيقدروا يقولوا العزيمة البلاطية، اللي متكونة من 28 اسم من الجن، وناس بتقول إن هي أسماء الله الحسنى وناس بتقول إن هي أسامي جن أو أسامي الله بس معكوسة، ومليانة طلاسم وسحر أسود. وزي ما أنا قلت لك إن محدش كان بيعرف يقولها، عايز اقول لك برضه حاجتين ارعب من بعض. السيد الحسين الفلكي قالها كلها، ومش بس انه قالها كلها، ده ما غلطش في ولا حرف، لان حرفيا ربع حرف غلط ممكن يبوظ الدنيا. وزي ما انا قلت لك ان من هنا بدا الرعب. وقت تصوير المشهد ده في حد من المصورين قال كل المصورين مات في ظروف غامضه. نعدي الدنيا ونكبر دماغنا ونزل الفيلم في السينما المصريه، والفيلم قلب الدنيا كلها، لان اللي كان بيتفرج على الفيلم في السينما من بعد مشهد السيد الحسين كان بتحصل حاجات غريبه، اللي كان بيجي له حالات تشنجات واللي بيجي ما تيجي احكي لك نهايه السيد الحسين، النهايه اللي اقسم بالله هتتحفر في دماغنا كلنا. وانا بقولها لك كده انزل اعمل لايك وخد لك بق من اللي بتشربه وتعالى نكمل. خليني اديك كام معلومه كده، ان السيد الحسين عنده شقه تانية هي المكتب بتاعه، وبرضه السيد الحسين متجوز، وقصه بقى ان هو متجوز ومراته دي بقى لغز هحكيها قدام. المهم تعدي فتره والتانيه والسيد الحسين محدش يعرف له خبر. الراجل اخر مره راح الشقه اللي فيها المكتب بتاعه ومحدش يعرف عنه اي حاجه، فمراته واهله والناس اللي يعرفوه بلغوا الشرطه راحوا بيت السيد الحسين او المكتب اللي موجود في بيت السيد الحسين، وفضلوا يخبطوا على الباب
محدش بيرد لحد ما الشرطه كسرت الباب وبدا يدوروا في الشقه، وكانت الكارثه في اللي الشرطه شافوه واللي لقوه برضه في بيت السيد الحسين كان ارعب مما تتخيل. لقي كتب سحر منهم شمس المعارف وكتاب العزيف، اخطر كتبين سحر في تاريخ الكتب السحر كلها. ولقي عند ان هو مخبي او محتفظ بكميه كبيره جدا من اللبن، ودفتر مليان صور مشاهير وارقام وعناوين وفلوس. الراجل ده فعلا كان غوص، الراجل ده كان فعلا تقيل قوي. واهمهم اللي لقوه السيد الحسين بالوضعيه الغريبه اللي كان موجود فيها. لقيوا السيد الحسين مرمي على الارض وعينه مفتحه ومبرقه جامد وجسمه كله مزرق، وباين على تعابير وشه انه ميت مخضوض. الراجل ده مات بسبب انه شاف حاجه خوفته. وخبر موت السيد الحسين ولع الدنيا كلها في مصر والوطن العربي كله، والناس كلها اتقسمت لرايين. الاول بيقول ان مرات السيد الحسين هي اللي عملت كده عشان تورثه اسباب تانية كتير، والتفسير ده غلط وهقول لك ليه. لان لو متعرفش مرات السيد الحسين استاذها يبقى السيد الحسين. مرات السيد الحسين الفلكي برضه كانت بتحب السحر جدا، وكانت بتحب جوزها جدا، وعلاقتها بيه كانت قويه قوي. ده غير انها بتحب المجال اللي هو فيه السحر، وهو اللي معلمها كل حاجه. فيمين شمال استبعد ان هي اللي عملت كده ومش هي. وعلى فكره اتقبض عليها بسبب اللي انا بقوله لك ده، وبرضه بسبب اللي انا بقوله لك خدت براءه، لان مفيش دليل انها تعمل كده. والراي التاني والاهم اللي انا مقتنع بيه شويه، فاكر لما قلت لك في اول الفيديو ان سيد الحسين بيقدر يحضر الجن ويصرفه ويتحكم فيه ويأمره من غير ما يتأذي؟ بما ان الراجل ده مات بسكتة قلبية بسبب الخضة، 100% الراجل ده حضر حاجة ما قدرش يصرفها. الراجل ده حضر حاجة تقيلة جدا ما قدرش يتحكم فيها ولا يصرفها. فعشان كده زي ما تقول ان ده انتقام. وبيقولوا برضه رأي تالت وغريب ان هو شاف شكل ملك الموت الحقيقي، زي ما تقول كده انتقام بسبب اللي عمله. يعني الله اعلم. ومحتاج برضه اعرف تفسيركم في الكومنتات. يعني الراجل ده مات ازاي؟ هل ممكن تكون مثلا مراته اللي عملت كده بسبب حاجه معينه وعايز اعرفها منكم في الكومنتات، او هو فعلا شاف ملك الموت، ولا ممكن يكون الجن هو اللي عمل كده؟ ومحتاج طبعا اعرف رايكم وتفسيركم في الكومنتات.